يلا نشتغل ونقوله نظام دعم الجوانب. هتكلم عن التدعيم باستخدام الهواء. نيوماتيك شيرنج هو يعمل بطريقة ممثلة للتدعيم الهيدروليك أو الهيدروليكي، وإن الاختلاف الوحيد بينهما هو استخدام ضغط الهواء بدلا من الضغط الهيدروليكي. من أحد عيوب هذا النظام هو ضرورة وجود ضغط هواء بالموقع. عندك خرطوم أحمر، خلي بالك منه. شغال بضغط الهواء داخل الأنابيب اللي هي بتدعم الجوانب الحفر. ضغط الهواء ببدأ أجيبه، الضغط بتاع الهواء دوت من الكمبروسر بتاع الهواء، ولازم يكون متوفر في الموقع. شايفين الخرطوم الأحمر اللي أنا كلمتكوا عليه اللي هو في الجنب الشمال ده؟ هو ده اللي بيدخل الهواء في نظام الدعم أو الدعامات. ممكن ضغط الزيت يتغير بضغط هواء. فاكرين لما قلنا النيوماتيك بي سايلنت؟ طيب اخش انا على التدعيم بالالواح الالومنيوم، بدل الواح الخشب بالواح الومنيوم. هذا النوع من الدعامات يتكون من مجموعة من الالواح التي تدعم التربة على مسافات منتظمة. هذا النوع البسيط من الدعامات غالبا ما يستخدم بالتربة المتماسكة القادرة على تحميل وزنها إلى حد ما، مثل التربة الصخرية والطفلية. هذا النوع يختلف عن الدعامات المكونة من الألواح سابقة التجهيز في إنها لا تدعم كامل منطقة الحفر اللي هو التدعيم الإيجابي، وإنما يدعم جوانب الحفر على مسافات منتظمة. مهم أوي الكلام ده. تبقى الألواح دي بيبقى أصلا صناعها مجرد إن أنا بسقطها داخل الحفر. اسمها سيليدر. بص، هي دعامات بتبقى على مراحل. اللي قبل كده من الدعامات كانت بتاخد من أول الحفر آخره، مفيش مسافات بينية. إنما ده لو تلاحظ لو تلاحظ إن اللي ما بينهم مفيش دعامات شبه اللي في الصورة ديت. عشان كده ما ينفعش احطها في التربة الرملية او التربة الطينية، لانه لا يدعم كامل الحفر، يدعم بس الحفر على مسافات. تمام كده. انا بختار وسيلة الحماية على نوع التربة وظروف الحفر نفسه. نخش بالمرة نظام الحواجز سابقة التجهيز. Prefabricated Shoulder System يعتبر من أفضل وسائل الحماية من انهيار الجوانب في أعمال الحفر، حيث يتم استخدام حواجز تناسب حجم الحفرة ويتم إزالتها داخل الحفرة. تمام. فيتوفر الحماية اللازمة للعاملين. يشمل هذا النوع على عدة أنواع، منها صناديق الخندق ترينش بوكس. هذا النوع يختلف عن نظام تدعيم أو الدعامات، لذلك بدلا من إنشاء دعامات بالكامل تمام ارتفاع جوانب الخندق، فإن نظام الصناديق بطول معين تمام وبعرض معين أو محدد يعمل تدعيم المكان المتواجد به العاملين لحمايتهم من أي انهيارات. هذا النظام يجب أن يكون الفراغ بين الصناديق وجانب الحفر أصغر ما يمكن. يتم ردم الفراغ بين الصناديق وجانب الحفر يمنع الحركة الجانبية للصناديق أو الصندوق.